شنو هما قوالب الجهوي وشنو هما حقائق نتاعها؟ المهم مرحبا بك عندي في هاد الشان. ما تنساش تابونا وتلايكي الفيديو باش يطلع للناس. المهم اول حاجه هي ارتاح الليله الاخيره مزيان وبحال اي نهار عادي. الحاجه الثانيه اللي هي انت تتكلم في السلبيات وركز قبل ما تدخل القسم. حاول تدخل وانت فرحان ونسى عليك الدنيا والهموم. الحاجه الثانيه هي دير في بالك انه غادي تدوز مجرد فرض بحال في المراقبة المستمرة كيف ما في الدورة العادية، ودوي مع الناس اللي معاك وضحك ونشط وشارك الرأي نتاعك. هادشي غادي يخفف من الخوف ديالك والستريس. الحاجة الثالثة هي فاش تخرج من الامتحان حاول ما تسول حتى شي واحد على شنو دار في السؤال او الجواب او اي حاجة، ومنع اي واحد يسولك او حاول تهرب منه. والصراحة هي احسن حاجة هي مباشرة من تخرج من الامتحان سير لداركم دغيا وارتاح ودير شي حاجه اللي كتبغيها، مثلا تشرب قهوه ولا تفرج شي سيري ولا في شي واحد كيعجبك. من بعد بدا تراجع لشي ماده اللي عندك غدا. والرابعه والاخيره هي ما تعطيش الجهوي اكثر من قيمته. خدمتي مزيان هي هذيك، ما خدمتيش ما تخافش، باقي فرصه في المراقبه المستمره في البكالوريا تقدر تعوض منها بطريقة سهلة، حيت الباك ماشي صعيب وفيه النقاط بزاف. ما تفقدش الامل، ولكن الفيديو الجاي غادي نعرفوا احسن طرق للحفاظة. نصيحة اللي نقدر نعطيك واللي تفيدك هي تركز في المواد اللي فيها معامل طالع، مثلا الفرنسية والاجتماعيات او اي مادة كيف ما كانت، وتجيب فيها نقاط طالعة وعلى الاقل نقاط في المستوى. الفيديو الجاي غادي نتعرفوا كاملين كي غادي دير تحفظ وكي غادي دير تحافظ على الوقت نتاعك وتقتصد الوقت وبمواد اكثر. نتلاقاو فيديو جديد.